بمرر لموني، موني معه الحج مالك، بيلعب الكرة للحج مالك على الجهة اليمنى، والحج مالك جول! جول! الحج مالك، هيدا يلي بعدنا عم نقوله شربل. بحب الاهداف الصعبة، بحب الإثارة، بحب الحماس، بحب التشويق، بحب الصعوبة بالهدف. هدف هين مش من اختصاص الحج مالك هداف الدوري اللي عم يرفع رصيده ل 19 هدف، واليوم الحج مالك رح يضرب ال20 باعتقادي بهالمباراة. الانصار عم يتقدم 1-0 على الراسينج. الراسينج ما بيقدر يعمل شيء ابدا لهجوم الانصار، لاداء الانصار، للتفوق العددي لفريق الانصار. يعني بده يصير بمساحات كتير واسعه من ناحيه فريق الراسينج نظرا لانجرافه للهجوم. خلينا نرجع نعيدها للكره من الزاويه اللي كانت قبل، لانه فريق الراسينج عم بيطالب من كاميرا الاوفسايد تحديدا. ايه بتسلل. هلا بنرجع بنشوفها من غير زاويه لنشوف اذا القرار مزبوط او لا. يعني اعترك الاسبوع الماضي فرصه جديده لفريق الانصار ليحسم المباراه. اونيكا جول! شو هاللعيب الكبير، شو هاللعيب الكبير يا عباس عطوي. يا ريت الزمن بيرجع لورا 10 سنين لنشوفك بعد 10 سنين زياده بالملاعب اللبنانيه. شو هاللاعب الرائع، شو هالخبره، شو هالوعي قدام المرمى. بيعرف ايمتى يسدد، بيعرف ايمتى يمرر. عباس عطوي بيكسر وبيشوط، ذكرني برونالدو. هدف رائع لعباس عطوي، ممتاز شربل. شو هالهدف الرائع، خلينا نرجع نشوفه كمان مرة. هيدا الأونيكا، شو هالتسديدة، شو هالتسديدة الرائعة. هادي خليلي بيكتفي انه يتفرج عليها، جرب بس ما بيقدر يعمل لها شيء. هي تسديدة بس الكبار بيسجلوا هيك هدف من خارج منطقة الجزاء. وطبعا بنحب نشوف هيك نوع من التسديدات. عباس عطوي اونيكا لطالما تميز بتسديداته القوية من خارج منطقة الجزاء، اليوم عم يتوج مجهوده الكبير على أرض الملعب. وقلت ضابط الإيقاع عم يكون هالمرة الجنرال الهدافين بهالتسديد.